خبر مهم، انا اشتريت سكيت بورد. طول عمري كنت بحلم يكون عندي سكيت بورد. كنت دايما بشوفها رياضة ممتعة وليها الستايل الخاص بيها. لحد من فتره قريبه كده كنت في محل لبيع الادوات الرياضيه وما حسيتش بنفسي غير وانا خارج والبورد ده في ايدي. بس الفكره بقى ان عمري ما لعبت سكيت بورد قبل كده وما عنديش اي خبره عليه. النهارده بقى قررت اني اخد البورد واجربه لاول مره في حياتي. خلينا نبدا كده، واول حاجه نفك البورد. في البدايه بقى خلينا نتعرف على اجزاء البورد مع بعض. الجزء ده بيكون اسمه الجريب. من فوق كده في ماده بتكون خشنه شويه، ودي علشان نقدر نثبت عليها الرجل وما تتزحلقش بسهوله. ولو هتلاحظوا هنا هتلاقوا فيه جزئين في البدايه وفي النهايه بتاعه البورد بيكونوا مرتفعين شويه كده. هنا بيكون في مسامير، المسامير دي بتثبت البورد مع الجزء اللي تحت ده اللي بيكون راكب فيه العجل، والجزء ده بيكون اسمه التراكس. والمسامير دي بقى هي اللي بتكون ماسكه البورد، الجزء اللي واصل فيه العجل. ولو لاحظتوا هنا هتلاقوا فيه كده مسمار كبير، المسمار ده هو اللي بيكون متحكم في درجه ميل العجل بالشكل ده. ودي فايدتها ان هي اللي بتساعد البورد وبتخلينا نلف بيه شمال ويمين. اول مهاره بقى هحاول اتعلمها دلوقتي ان اقف على البورد وهنميل بيه لورا ولقدام. اوكي، بعد ما جربت اول تمرين اعتقد الموضوع سهل شويه، يعني شده الميل بتاعه البورد مظبوطه تمام. هنجرب بقى تمرين دلوقتي تاني مع بعض ونشوف. هنجرب احط البورد على الارض وامشي بيه ونشوف بقى الموضوع هيكون عامل ازاي. الموضوع حلو قوي، متعه غير عاديه. طبعا المهم قوي ان انتوا تختاروا مكان لو هتلعبوا بالبورد ما يكونش فيه زحمه وعربيات كتير، عشان ايه؟ الامان برضو والسيفتي. ولازم نكون لابسين الهلمت وحاجات دي تتلبس في الكوع وفي الركبه عشان لو وقعنا لا قدر الله. موضوع ممتع جدا. اهم حاجه ان احنا نلعب كتير قوي على البورد عشان نتعلم. وانت رايح السوبر ماركت وانت رايح الشغل وانت رايح في اي حته خد البورد معاك. اعتقد بقى دلوقتي ان انا بقيت بروفيشنال قوي، بس اللي انا لاحظته ان اهم حاجه في السكيت بورد هو ان انت تتني ركبتك. ما تحاولش تقف بشكل مستقيم طول الوقت عشان تتفادى اي اصابه او ان انت تقع بشكل غلط. بس دقيقه بقى دلوقتي بعد ما اتعلمنا ازاي نمشي بالبورد، يا ترى بقى ايه التكنيك وايه الطريقه اللي ممكن نقف بيها واحنا بنعمل سكيت بورد؟ اوكي، اتعلمنا ازاي نمشي بالبورد ونعمل بيه شويه تمارين. الحاجه المهمه قوي بقى اللي احنا هنتعلمها ازاي نقف بالبورد. الوقوف بالبورد بيكون ان احنا بنستخدم رجلنا اللي ورا بننزلها على الارض بالشكل ده زي ما انتم شايفين. اتعلمت حاجه بقى وانا في الكليه، ان انت لازم عشان تتعلم اي رياضه جديده ان انت تحب الرياضه دي. خد معاك البورد اتمرن عليه.
كانت نهايه فلوج السكيت بورد. اتمنى تكون تجربه النهارده عجبتكم. ما تنساش بقى تكتب لي في الكومنتات اذا كنت لعبت بالسكيت بورد قبل كده، واذا كان عندك استعداد انك تخوض التجربه دي. سلام عليكم.